بعد ما نكحل الراس وبعد من العرب اللي بغيتي تنجح في الغربه، بغيتي تنجح في الامريكان وكل شيء. وليني علاش. السلام عليكم، نتمنى كل شيء يكون على خير وبخير. مبروك عواشركم، مبروك عيدكم، الله يدخل العيد والله يدخل هاد العواشر على كل شيء بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله. هذه مده ما عاودتش درت فيديو واحد اخر حيتاش انشغلت واحد شويه بزاف مع الحياه الشخصيه اللي كنت كنعيشها وطرا لي واحد البيرن اوت. بطبيعه الحال انا عارف باللي انني ما كنتش كندير بزاف ديال الفيديوهات حيتاش الواحد غادي يقدر يتساءل زعما كيفاش انا تطرا لي بيرن اوت دغيا، ولاني انا واحد الوقيته خلقت لراسي واحد الروتين درتها كمجال باش نفر من واحد ليبيزود كنت كنعيشها في الحياه ديالي. دوكو لزمت على راسي واحد المواظبه على واحد الروتين جديده، فبالتالي سمحت لراسي انني ناخذ واحد الوقت مؤقت من الخدمه كونجي نيت جا العيد الكبير حتى هو معاها، فين قلت مع راسي خصني ندير واحد النظره واحده اخرى ونعاود نتلفت ونشوف الحياه فين غادا ونشوف راسي انا شنو كندير على حسب الاهداف اللي باغي نحققهم في الحياه والطريق اللي باغي نقصد. فاش كنت كندير هذا الشيء كانوا كيدويو معايا واحد الناس وقلت اجي نطرق لواحد الموضوع. كاينين واحد الاخبار ما بقى لها بزاف وغادا يتانونسا. انا بطبيعه الحال هو ان القرعه ديال الميريكان ما بقاش لها بزاف وغادا تعاود تحل. الا بغينا غير نتبازاو على لا دات بالضبط امتاش غادا تخرج غادي نقولوا باللي ان لي دات كاملين اللي كانوا ديال شحال هذه كانت ديما القرعه ديال الميريكان كتكون في جويه ديال اكتوبر. فكما يقول المثل الامريكي fingers crossed ونشوفوا هذه القضيه فين غادا توصل. فقضيه تتعلق بنفس الموضوع ديال القرعه وديال الهجره وديال كل شيء. فالنصيحه الجوهريه اللي تعطيوها جميع الناس لاي واحد اللي كيكون مقبل على اساس انه يهاجر ويخلي البلاد ديالو ويمشي لواحد المجتمع جديد ولا يمشي لواحد البلاد جديده، فكتكون ديما المقوله الشهيره ديال بعد من كحل الراس. فهاد الفيديو غادي ندويو فيه على شكون هو كحل الراس، شنو هو كحل الراس، علاش كحل الراس وعلاش بعد من كحل الراس وبعد من العرب. فالمساله جوهريه. كحل الراس تنعرفوه حنايا على اساس انه الانسان اللي خليتيه في البلاد ديالك. حنا بطبيعه الحال حنايا كمغاربه كنعرفوا باللي ان المغربي او المغربيه كيكون واحد الانسان البشره ديالو كتكون لايت براون، كتكون قهويه من فاتحه واحد شويه مايله لجهه الابيض، وتيكونوا الحروف ديالو كيكونوا كحلين بطبيعه الحال بحال انا عندي الحروف ديالي كحلين. الشعر كحل، العينين كيكونوا قهويين غامقين، كيكونوا الحجبان كحلين. فكحل الراس ما تيعنيش المظهر الخارجي. كحل الراس هي واحد الحاجه اللي ما عرفناش حنايا كمجتمع ولا كثقافه ما قدرناش نعطيوها واحد الوصف. هو كحل الراس بطبيعه الحال كيخرج لنا من الانسان اللي كيكون هرقاوي، والهرقاوي كيولينا كنعرفوا الثقافه ديال الهرقاوي وهو واحد الانسان قليل التمدن. ولكن فاش غادي نحزو هذاك الانسان وغادي نطبقوا عليه المساله ديال الغربه فكيبداو يختلفوا فيه واحد الحوايج، حيتاش الغربه ماشي ضروري خاصك حتى تخوي البلاد ديالك باش تغرب. لا، هو الغربه هو انك غير تخوي المنطقه اللي كبرتي فيها اللي هي كنقولوا لها حنايا هوم. اون فوا تخويها فاوتوماتيكمون نتايا كتولي متغرب. الغربه في بلدان واحده اخرى حتى هي عندها واحد الفرق ديالها، حيت المغترب في المغرب ليس بالمغترب في بلاد اخر، والغربه في بلدان اخرى اللي كتخرج على المغرب حتى هي عندها دي دوغري ديال هذه الغربه ديالها. فحال كيف طرا لواحد السيد اللي تا هو انفلونسر اللي كيدير فيديوهات وكل شيء، اللي ناض بزاف ديال الناس واحد اخرين اللي هما كيديروا السوشيال ميديا ناضوا اتاكاو فاش دوا على الغربه وقال لهم باللي ان الناس ديال اوروبا ما عمركم تبقاو تقولوا باللي انكم نتوما كتعيشوا في الغربه، هذه ماشي غربه. فهو بالذات بوتيتر ما كنقولش معناش ان الله اعلم، ولاني كيظهر لي على اساس ان هذا الانسان معناش ان الانسان اللي تعيش في اوروبا ليس مغتربا، ولاني غير بالمقارنه مع الغربه اللي هو كان كيعيشها فكيحس بها على اساس ان ما كايناش غربه. علاش؟ حيت هو بطبيعه الحال مشى لواحد المدينه وفي هذيك المدينه كان كيدور كيتسركل ودخل لواحد المطاعم، وفي دوك المطاعم لقى المسمن تيتباع، لقى الحرشه تتباع، لقى اتاي كيتباع، الطواجن كيتباعوا. وهو بالنسبه ليه هذوك هما الحوايج ابار لا فامي اللي على قبلهم كيقدر الواحد يرجع للمغرب انه كيذوق الملذات ديال البلد ديالو. فبالتالي ولا هو كيقول باللي ان هنا ماشي غربه. هو من واحد وجهه نظر هو على صح، ولكن من واحد وجهه نظر واحده اخرى حتى هو يقدر يكون خاطئ واحد شويه في هذا الشرح اللي قال هو. انا بطبيعه الحال غادي نقدر ندوي على الغربه في امريكا حيت انا هنا فين كنعيش وما غاديش نطبق تحليل ديالي على غربه في قناه واحد اخرين. فالغربه هنا في امريكان كنعرفوا حنا باللي ان امريكان واحد البلاد اللي شاسع، البلاد كيمتد من البحر الاطلنطي حتى الباسيفيك اوشن في الجهه الاخرى، في جهه الجولف الفوق في جهه الاسكا. بلاد كبيره بزاف. المجيء ديال المغاربه اللي كيجيو الامريكان اوتوماتيكمون كيجيو كيحطوا
كيحطوه في جويه ديال نيويورك وفي جويه ديال بوسطن وفي جويه ديال فلوريدا. منين كنشوفوا كنلقاو باللي ان لي فول ديريكت ديال لارام بطبيعه الحال كيجيو تيبداو يكبوا الناس تمايا. دونك الناس في طبيعتهم فاش بطبيعه الحال تيخرجوا من القوقعه اللي كيكونوا مولفين اوتوماتيكمون تمشيو لواحد القنت اللي كيكون جديد عليهم وتيبداو تادابطاو فيه. لادابطاسيون تتعني انك نتايا خصك تولي واحد الانسان اللي خصك تاقلم مع الجو، مع العلم انك خرجتي من زون كونفور ديالك، وفي هذه الحاله وليتي كتربي واحد القشره واحد الكراباس فوق اللحم ديالك باش انك انت تندمج مع المجتمع الجديد اللي وليتي فيه. فاش الانسان كيتادابط على الحياه اللي كتولي عنده في الايست اولا في الشرق ديال امريكان اللي هو نيويورك بوسطن او فلوريدا او نورث كارولاينا ولا فيرجينيا، فالانسان تتولي صعيبه بالنسبه ليه انه ينوض ويخوي هذيك البلاصه ويمشي لقنت واحد اخر، حيت هو ديجا ضاق واحد المراره ديال الغربه، والانسان ما كيعاودش يبغي عاوتاني يعاود يتغرب من مورا ما كيعاود يدير الاستابليشمنت ولا تيدير واحد الولف على النمط اللي ولا كيعيش فيه. المغاربه الامريكيين اللي تيعيشوا في الامريكان اللي تيكونوا في الايست ديال الامريكان ما تيذوقوش واحد مراره الغربه بحال المغاربه اللي تيعيشوا في الويست ديال الامريكان. طبيعه الحال حتى الويست فيه درجات، كاين الويست جهه كاليفورنيا وكاين الويست جهه واشنطن ستيت او هاواي او الاسكا كيبقاو من اكثر الولايات اللي كتكون فيهم شديده الغربه. علاش؟ حيت تيوليو بعاد على الثقافه المغربيه ولا بعاد على الثقافه العربيه وبعاد على بزاف ديال الحوايج اللي كيجيبوها المغاربه معاهم من المغرب، وتيولي الواحد كيذوقهم. حيتاش باش واحد الانسان يخرج من الامريكان ويمشي وينغمس في الثقافه شبه مغربيه في اوروبا ويقول لك باللي ان اوروبا راه ما فيهاش الغربه، راه حتى في نيويورك كاينين قهاوي، حتى في نيويورك كاينين ريستورات وتقدر تمشي وتاخذ البصاره وتاخذ المسمن والحرشه حتى في نيويورك. فهاد الشيء بطبيعه الحال كيفاش عنده علاقه بالموضوع ديالنا ديال اليوم اللي هو كحل الراس. كحل الراس هو واحد الانسان اللي كيكون في حالك في حاله، وفاش كتجيو الامريكان كحل الراس كتجمع بينك وبينه كتجمعكم الثقافه. انت منين كتجي لهاد البلاد او انت منين كتجيو لهاد البلاد كتجي على اساس انك انت واحد الانسان باقي جديد، بالاخص الا جيتي وما كانش عندك العائله هنا. بطبيعه الحال كنعرفوا بلي ان الموضوع ديال الا مشيتي ليترونجي مشيتي للغربه بعد من انت من العائله، حيت حتى العائله كتلقى منها اخبث المشاكل. ولكن هاد القضيه ديال اخبث المشاكل وهاد القضيه ديال كحل الراس هادو كلهم مفاهيم حنا فاهمينهم بالغلط، وحنا اليوم غادي نطرقوا لهم باش نشرحوهم. علاش المشكل كيطلع لنا من كحل الراس من عند العرب اولا من عند العائله؟ بطبيعه الحال فاش الانسان تيخرج من البيئه اللي تيعرفها اللي هي كتكون لا زون دو كونفور ديالو، فاش تيخوي البيئه ديالو تيخوي حتى التقاليد، كيخوي حتى المفاهيم، تيخوي حتى لا كومونيكاسيون انديريكت اللي كيكون كيعيشها في هذيك البلاد. ففي المغرب نقدر ان نشوف شي واحد في الزنقه وندير ليه بحال هكا بيديا السلام، نقدر نقيس صدري بحال قلت ليه احتراماتي، ولا نقدر نكون كندوي مع شي واحد وفاش نكون كنحرك يديا بحال هكا زعما راني انا باقي كندوي وباقي ما ساليتش وباقي خصني نخرج لك هذا الشيء، ولاني في اطار انني كنكون كندوي بعد خطرات كنقدر ندير لك بحال هكا، يعني تشبع دباير غادي نعطيك واحد الحاجه نعطيك اللاصق. دونك هادو كيكونوا دي تكنيك دو كومونيكاسيون اللي تنخليهم في البلاد ديالنا، اللي منين كنجيو للبلدان المتغربه اللي هي بطبيعه الحال غريبه علينا من تما منين كتجي الغربه دوري مي فا صول لا سي دو. فمني كنجيو لبلدان واحد اخرين تلقاو باللي ان هادوك الاساليب ديال لا كومونيكاسيون اللي تيكونوا عندنا اللي ولفناهم في البلاد ديالنا ما تلقاهمش في الغربه. حيتاش بحال هكا هاد الطريقه ديال الهضره باش انني ندوي معاك بحال هكا ديال انني كنفرز الهضره في المفهوم الدارجي المغربي، انا هنايا تنحط لك النقط على الحروف وتنبغيك تتبع معايا. بار كونتر لا درتي هاد الحاجه في الطاليان هذه كتعني كلمه خايبه. فاذا كان هذا غير اختلاف وانت باقي في لا ريجيون ديال الميديتيراني، فما بالك انك لما مشيتي تهزيتي وقطعتي بحر اطلنطي على قدو وطحتي في ثقافات جداد بالاركيتكتور ديالهم بكل شيء ليهم. هذه رقم واحد. رقم جوج اللي غادي نشيروا ليه وهو ان الانسان فاش تيخرج من القوقعه ديال لا زون دو كونفور ديالو، فاش تيخرج منها خصنا نعرفوا بلي ان الانسان في لا زون دو كونفور ديالو اولا وقبل كل شيء كيكون كيعيش حدا العائله. يعني الواحد يطرى ليه اللي طرى ليه ديما تيقول راه كاين الدار نقدر نعاود نرجع لها، واخا لا ما مشيتش الخدمه ولا واخا لا جرات عليا الخدمه واخا ما عرفتش اش من مشكل يطرى ليا، ديما غنقدر نرجع في حالتي للدار، وفي الدار كاين الامان. باغ كونطخ في الغربه
هاد القضيه ما كايناش. حنا في اللغه ديالنا تيقول لك الحمل خناز تيهزوه مواليه، يعني انت ديما كيبقى عندك واحد المرجع. ففي الغربه هذه رقم واحد هذه ما كايناش، ما عندكش مرجع. ملي كتمشي لتما فكتمشي فعلا كتمشي للغابه. فهنا كيولي عندنا في لا سوب كونسيونس ديالنا كيولي واحد المساله واحده اخرى سميتها الخوف. والخوف مناش كيولي عندنا؟ كيبقى عندنا واحد الخوف من عدم البقاء، ان الانسان ما يبقاش يسرفايفي. خوف ديال عدم البقاء هذه كتكون واحد الهلع مركب فينا حنا، ولكن مركب في العقل الحيواني اللي عندنا في راسنا. هاد القضيه عندها علاقه بكحل الراس. علاش دابا منين كيجي الانسان الغربه واحد الحاجه اللي كيسميوها الامريكان ولا كيسميو نيويورك كيسميوها ذا ميلتينغ بوت، اللي هي كتكون بحال واحد الكاسرونه اللي كندوبوا فيها كلشي، كندوبوا فيها الشوكولاط وكندوبوا فيها الزبده وكيعطينا واحد الحاجه. فالميلتينغ بوت اش كيدير لينا؟ بطبيعه الحال لصقت هاد الشيء حتى هو بالقرعه اللي جايه ديال الميريكان والميغراسيون، حيتاش القرعه او الهجره ديال الميريكان ما كديسكريمينيتيش ضد بنادم. كاينين فيها شروط خصهم يكتفيو فيك. رقم واحد، خصها تكون عندك على الاقل 18 عام، حيتاش خصك تكون ادولت قبل ما تاخذ شي قرار في حياتك. ورقم جوج، خاص يكون عندك باسبور، حيتاش ما بقاوش باغيين امه البشر كامله تبقى تدفع، وهما عارفين ان كاينين شي ناس كيدفعوا في الاخر ما كيطولوش في لا بروسيدور ايميغراسيونيل، حيتاش ما كيكونوش عندهم فلوس ولا ما كيكونوش عندهم دي مويان باش يجيو، دونك ما كيبغيوش يخسروا الحظ ديال الناس واحد اخرين. ومؤخرا ما بقاوش باغيين يجيبوا دي نيمبورط كي، ما بقاوش باغيين يجيبوا شي واحد اللي ما عندوش واحد لو نيفو سكولير اللي سوف يصعب عليه انه يجي ويقرا لنا اللافتات. ومنين نقولوا ليه كاين واحد اللافته ديال ستوب راه خصك تفراني، ما خصكش تزيد فيها. منين نوريوه واحد الفلاش ديال دور على اليسار وكنقولوا ليه تحت منها اونلي يعني فقط، يعني هاد القنت خصك غير تشد ودور فيه على اليمين. كيكونوا واحد الحوايج اللي كيكونوا بازيك خصك تكون كتعرفهم، طرق ديال كيفاش تعيش الحياه اللي كتسهل على باقه المواطنين انهم يتعايشوا معك. دونك عندنا باسبور، عندنا 18 عام، وعندنا الباك. زادوا شرط واحد اخر ديال دولار كيكون غير رمزي باش تدفع القرعه، وكتقدر تدفع القرعه فاش كيجيو كيهزوا الناس في هذه الامريكان كيهزوا الناس كيهزوهم سيستيماتيكمون، يعني ما تكونش ديسكريمينيشن. وثانيا كنقولوا باللي ان احنا كنهزوا على الله، يعني في هذيك القرعه يقدر يطلع لنا طبيب، يقدر يطلع لنا وزير، يقدر يطلع لنا استاذ، يقدر يطلع لنا سائق سياره اجره، بلومبي بدون وعنده الباك، اي حاجه تقدر تطلع. دونك اكتفيو فيها هذوك الشروط. فاش كيجيونا هذوك الناس كيمشيو كيديروا داك لو سيستيم ميغراسيونيل ديالهم، يمشيو للطبيب، كيديروا كاع الاجراءات، عندهم شويه ديال الفلوس الا عندهم مرحبا، ما عندهمش فلوس كيتسلفوا، كيقطعوا البيه ديال الطياره فين تيجيو للامريكان. ويلكم تو امريكا. فاش كيجيو لهنا هذاك الناس خصو يندمج لك في المجتمع. انا بطبيعه الحال في الاول اللي ما تيكونش عنده الجهد راه خصو يمشي بطبيعه الحال تيبدا اكزيستي لينا في القعر ديال الهرم ديال مازلو. هذوك الناس فاش كيوليو كيعيشوا تتولي واحد نوعيه جديده ديال التحرميه ديال الدبلوماسيه. علاش؟ اولا وقبل كل شيء كيف قلنا باللي ان بنادم ولا خارج من لا زون دو كونفور ديالو، يعني بنادم ولا عنده خوف البقاء، بنادم خصو يسرفايفي. فاش الناس تتولي هنايا ولا الناس فاش كتجي لهنايا شنو كيطرى ليها؟ الناس كتجمع مع بعضياتها، حيتاش كتولي تقول باللي انني انايا جو في افوار بلوس دو شانس انني نقدر ننجح في لعبه الهجره او لعبه الغربه الا اكزيستيت مع بني عمي. كيف كيقول المثال انا وخويا على ولد عمي وانا ولد عمي على البراني. هادشي راه كله جاي من التقاليد والثقافات ديالنا. وكيف احنا عندنا هادشي راه عند الجميع ديال البشر، حيت الواحد ديما كيقلب على الساهله. فالانسان اش كيدير فاش كيجي لهاد البلاد؟ باش انه يلاه كيلقى صعوبات خصو يندمج، كيلقى صعوبات ديال اللغه ديال الكومونيكاسيون، كيلقى صعوبات ديال الفلوس، ما كيعرفش فين يمشي يخدم، ما كيعرفش القوالب ديال البلاد، حيت فين ما مشيتي كاين القوالب بطبيعه الحال. كيمشي تيلصق في بني عمو. هنايا الواحد كيكون فولنيرابل، تيهبط واحد لو نيفو ديال لا ديفونس اللي تتكون عنده، تيولي الواحد مرتاح وتيولي يقول باللي انني انا الدنيا هانيه هنا. ولكن هي بطبيعه الحال راه ماشي الدنيا هانيه، حيتاش الانسان اللي كتشكى من كحل الراس حتى هو كيقدر يكون كحل الراس ديال انسان واحد اخر. ولكن حنا جايين نهضر الانسان فاش تيجي لهنايا وتيولي كيعيش مع المجتمع اللي سيبلاه على اساس انه سيف ويقدر اكزيستي فيه. الانسان تيولي خدام، تيخدم، تيمشي لخدمته، تياكل، تيشرب، تيتقدى. فاش كيولي يتقدى وكيجيب ماكلته للدار تيولي حاضيها، حيتاش الا ما حضاش ماكلته بنادم غياكل ليه من ماكلته، ولا بنادم كلا ليه من ماكلته غيولي يستنزف ليه الموارد ديالو. فهنا كيولي يشكل عليه خطر البقاء. كيولي حاضي مع بلاصتو اللي كينعس فيها، كيولي حاضي مع حوايجو اللي كيصبن، كيولي حاضي مع القيل والقال اللي كيتجقل عليه، كيولي حاضي مع الخدمه ديالو،
خصو الخدمه ديالو يكون فيها دبلوماسي، بالاخص الا مشى تخدم في نفس الخدمه وكاينين مغاربه اخرين ولا عرب واحد اخرين ولا كحل الراس واحد اخر. ديما كحل الراس بحالو هو عند الاخر كحل الراس والاخر عنده هو كحل الراس. فالانسان هنا كي كنقولوا حنايا تيولي يعري على النياب ديالو. بطبيعه الحال هادشي كله عنده علاقه شبه ما بشويه ديال التهرقاويت، قليل التمدن او بقليل ديال الوعي، حيت شحال ما كانش عندك الوعي كثير، شحال ما كنتيش كتعرف باللي ان راه الفرص كاينين بارتو، راه غير انت خصك تقلب، شحال ما كتولي كتحط راسك في هذيك الخانه ديال انك نتايا ما بقى لك والو غادي تموت. وفي اطار ان بنادم كيخشي راسو ولا كيخلي راسو انه يدخل في هذيك الخانه ديال انه ما بقى ليه والو غادي يموت، فهنا الانسان كيولي كياتاكي. فهنا فين كنبداو نترجموا ولا كنبداو نفهموا شنو هو كحل الراس. كحل الراس فاش كيبدا يتعامل مع كحل الراس واحد اخر في المجتمع فتيولي تيفهموا بلا ما الاخر يدوي، تيعرفوا انه هو يقدر يدير شي حوايج، تيبدا يبني عليه شي حوايج واحد اخرين، تيولي يقول باللي ان هذا كون وجوده في هذا الدار اللي انا ساكن فيها كيقدر يشكل عليا خطر، انا يقدر يشفر لي من الموارد ديالي، يقدر هو يكون مصاحب معاه واحد الوقيته ويمشي لعند ناس واحد اخرين ويولي يدوي عليه بطريقه واحده اخرى، يقدر يخرج ليه على خدمته، يقدر يخرج ليه على شحال من حاجه. علاش؟ حيتاش الا هو حش الارض من تحت الانسان الاخر فوقاش واقف، بالنسبه ليه هو ان هادوك لي ريسورس اللي كانوا كيمشيو لعند هذاك الانسان الاخر، هادوك لي ريسورس ناو كيوليو افيلابل ديال انه هو لا شي نهار تدفع من البوزيسيون اللي هو فيها فهو يقدر يلقى هذوك لي ريسورس الاخرين. فالعقليه ديال كحل الراس بطبيعه الحال واحد العقليه اللي غادا تبقى ديما متشبته بالانسان الا الانسان كبر واحد الوعي وعرف باللي ان العالم اللي تنعيشوا فيه هو واحد العالم ديال الاباندنس وماشي واحد العالم ديال لي ريسورس كيكونوا فيهم فاينايت. هذه من واحد المنظور. من منظور اخر كاينه واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي ان فاش الانسان كله كيجي بحال كيعطيتكم ليكزامبل ديال ان الغربه كتجمع ما بين الطبيب والوزير والشيفور ديال الطاكسي والبلومبي والبناي، فهاد الناس فاش كيجيو كتلزم عليهم الغربه انهم يتجمعوا ويعيشوا حيت كيوليو كيتعاونوا مع بعضياتهم لاجل بقاء طويل. ففي الحاله الناس هادو فاش كيتجمعوا لينا، هاد الناس ما عمرهم غادي تلقاهم مجموعين ولا جالسين في نفس الطابله في شي قهوه في المغرب. كيكون ديما الفرق بيناتهم الثقافي والفرق الاجتماعي، فهما ما كيطيحوش في نفس البلاصه، ولكن فاش كيجيونا للغربه كيوليو يجتمعوا في نفس البلاصه وتيوليو صحاب بعضياتهم مؤقتا. وبطبيعه الحال الا الانسان نتايا في البيئه الناتوريل ديالك ما كتكونش مرتاح ليه وتجلس معاه وتناقشوا في مواضيع، فبطبيعه الحال لما مشيتي تبززتيه على راسك غير باش تقضي واحد الغرض، كون على يقين ان من موراها غادي تلقى مع مشاكل غتلقاهم معاه وهو حتى هو غيلقى مشاكل معاه. فكل شيء كحل الراس. كيف انت او انتي تقدر تكون كحل الراس لواحد الانسان، حتى الانسان الاخر غيكون كحل الراس ليك. والحاجه الوحيده كيفاش نقدروا تنحيدوا هذه العقليه هذه وهو ان الواحد خصو يتوعى، والواحد خصو يعرف انا ما كنشكلش عليك خطر وانت ما كتشكلش عليا خطر، حنا كاملين جينا باش نقضيو واحد الغرض. فالمساله كتبقى ديما متشبكه واحد شويه، ولكن الواحد بالوعي كيقدر يتفهم ويقدر يفهم ناس واحد اخرين ويقدر يوعيهم ويقدر يبين لهم على اساس انه هو ما غاديش يكون ميكروب من الاخر. فانا كيبقى لي سؤال واحد، شكون هو الانسان اللي كان كحل الراس بالنسبه لك؟ خليو لي التعليق ديالكم في كومونتير، وباش ما كان الا بغيتوا شي موضوع واحد اخر خليو لي في كومونتير، عاونوني بالبارطاج. ان شاء الله غادي نعاود نرجع ندير معكم فيديوهات واحد اخرين. فالى فيديو واحد اخر من هنا لقدام ان شاء الله. كان معكم الاستاذ، الى فيديو اخر، تشاو.